اهلا بكم حبيباتي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير، وكنعتذر منكم انني ما كنزلش الفيديوهات، انا مقله بزاف في الفيديوهات ديالي، ولكن كتكون تما شي ظروف اللي الله غالب. المهم الفيديو ديال اليوم غيكون البنات على الصباغه ديال الحواجب. انا الحواجب ديالي مطراسياهم دابا، زمان كنت كنصبغ الحواجب ديالي دائما، والى ان عملت الميكروبليدين. الميكروبليدين بقى معايا عامين، ولكن مع الوقت بقى اللون ديالو كيبهت وكيميل اورانج. ديك الساعه مشيت حيدته بالليزر. انا غنحط لكم فيديوهات على الليزر كيفاش حيدت الميكروبليدين من الحواجب ديالي، ودابا رجعت كنصبغهم من جديد. انا كيعجبني الحواجب يكونوا بارزين البنات، لان الحواجب كيحدوا الملامح ديال الوجه ديال الانسان. ودابا غنوري لكم كيفاش غنصبغوا الحواجب البنات. دابا غنحيد الميكروبليدين اللي عملته هذه عامين. دابا غنعمل له الليزر. ما عرفتش شحال من الجلسات خصني، ولكن انا غنقول لكم من بعد. دابا هذه اول جلسه عندي اليوم، كنتمنى انه يتحيد من اول جلسه لانه ماشي غرق بزاف. نذهب ترود بيجمان بيا هبرات. وباش نصبغوا الحواجب ديالنا كنحتاجوا هاد لاكريم هادي باش نحافظوا على البشره ديالنا. اذا ما كانتش حاضره نقدروا نعوضوها فازلين حتى هي كتفي بنفس الغرض. وكنحتاجوا الصباغه اللي غنصبغ بها الحواجب ديالنا. انا اللي كنستعمل استعمال الشخصي رقم 3 البني الطبيعي بحال اللي كتشوفوا، وهذا اللون هذا كيمشي مع اغلب الوان الشعر والبشره. واذا جات عندي شي زبونه شعرها كحل بزاف كنزيد لها نقيطه من رقم 1 هو اللون الاسود. كيبقى هذا هو لاباز جميع الوان ديال الشعر وديال البشره. وكذلك اللوكسيدون باش نخلطوا الصباغه ديالنا. وبحال اللي شفتوا البنات هاد لاغام هادي كلها غوفيكتوسيل، يعني لا ميم مارك. وهاد لا مارك هادي انا كنستعملها من ايام ديال المدرسه، جربت بزاف ديال لي مارك، لقيت هادي يعني من احسنهم. وطبعا غنحتاجوا واحد الزليفه صغيره باش نخلطوا الصباغه، ومن الاحسن تكون صغيره لان باش نتحكموا في الكونتيتي ديال الصباغه ديالنا. يمغوص بحال هادي باش نمشطوا بها الحواجب. وطبعا شي صغيره بحال هذه من الاحسن تكون بلاط باش نتحكموا في الصباغه ديال الحواجب. وبحال اللي كتشوفوا حبيباتي انا هاد لي برودوي هادو هما اللي كنخدم بهم في الصالون، لا اقل ولا اكثر. ودابا غنخلطوا الصباغه البنات، ماشي بزاف البنات لان انا اصلا الحواجب ديالي خفافين، دونك غنستعملوا قد هيدا راه كافي وزايد انا بالنسبه لي انا، لان اللي الحواجب ديالها خفافين بحال ديالي نورمالمون هاد الكونتيتي الصباغه انا كان معاها 8 ديال القطاري ديال لوكسيدون. 6 7 8، لكن طبعا جات خفيفه جات ثقيله تقدروا تزيدوا ماشي مشكل. كنبقاو نحركوا البنات هكذا حتى كنحصلوا على عجينه. نورمالمون في الصالون عندي انا كنخلط الصباغه هي الاول، عاد كنمشي مثلا غنقي الحواجب ديال الكليانه. علاش؟ باش كنخلي الصباغه كتطلق شويه، يعني اللي كنقولوا حنايا كتشد راسها. فوالا حبيباتي هذه هي المجموعه اللي كنخدم بها انا في الصالون للصباغه ديال الحواجب. ضروري خصكم تمسحوا الحواجب ديالكم مزيان. انا كنمسحهم بالكول، نتوما تقدروا تمسحوا غير بالقطن بالماء ومسحوا مزيان بزاف، ما يبقاوش شي شوائب ولا، يعني نطفوا الحواجب ديالكم مزيان. لا هادو هما الحواجب ديالي البنات، بحال اللي كتشوفوا خفافين بزاف، لان وهكذا انا يعني هذه الطبيعه ديالي، ماشي زعما يعني ظلموني ولا، انا هذه هي الطبيعه ديال الحواجب ديالي. بحال شفتوا البنات ملي كتحطوا مكياج والحواجب ماشي مرسومين ما كيبانش، دونك ضروري الحواجب هما اللي كيكملوا لنا الفورمه ديال الوجه ديالنا. ديك لاكريم ضروري خصني نمري البنات لان ما كنشوفش مزيان راه تبع النظر. كتشوفوش واقيلا؟ اكيد ما كتشوفوش، هاد كنسقسي. ولا غير كتعملوا الكادر من الحواجب ديالكم. شفتوا الحواجب باش كنتحكموا في الصباغه ديالهم، شحال خفافين الحواجب ديالي. الحمد لله احسن من والو، الحمد لله كاين شي بركه. بحال اللي قلت لكم حبيباتي ملي كنخليو الصباغه واحد المده شوف كيفاش كيرجع اللون ديالها. وانا كتعجبني نخدم بها هكذا، وغنبقاو ماشيين على حساب
الفورما ديال الحواجب ديالنا. ما تبداوش من القدام بنات، لان انا كيعجبني هاد لابارتي القداميه تكون فاتحه على الاخر ديال الحواجب باش كيجيو طبيعيين اكثر. والجهه اللي فيها الشعر طالع من فوق غنطلعوا الفوق، والجهه اللي فيها الشعر ناعس غنعسوا، يعني غنمشيو على حسب تموجات الحاجب. اوكي. وهاد الطريقه هذه البنات هذه ما تقدروش ترسموا بها تكبروا بها ولا تغلطوا بها الحاجب، هذه كتمشي غير كتلصق يعني غير في الشعر. صعيب اذا كنت ما كتشوف شي زعما الصراحه الله، ولا ماشي ديك النوع اللي من لي لونتي ديال الشوفان ولا ما كيتحملوهمش عيني، يعني بحال حساسيه من لي لونتي كيبقاو عيني كيحرقوني. بحال قلت لكم حبيباتي، ملي كيبقى لكم غير شويه في دابا كملت الحواجب بجوج، اللي كيبقى لكم في الشتاء هو اللي كترسموا به هنايا. طبعا كتطلعوا الفوق اكيد ومؤكد باش كترسمي الشعيرات، يعني باش كيجيك طبيعي. الشكل ديالهم شويه غريب ياك. تصوركم الحواجب ديالنا هيدا. شوف، إن خلقناكم في احسن تقويم. الله سبحانه وتعالى عرف علاش كل واحد خلقه باللون ديال الحواجب ديالو واللون الشعر ديالو سبحانه. فوالا غير هكذا، ماشي كنطراسيو يعني كاريمون، لكن كنرسموا شعيرات باش كيجي طبيعي. واللي غلطت ولا شي حاجه ماشي مشكل، كتشبى القطن وكتمسح به عادي. يعني غنخليهم 10 دقائق ومن بعد غنمسح ونوريكم النتيجه النهائيه. بحال اللي قلت لكم حبيباتي، شفتوا ديك الكميه اللي عملت حتى شحال شاط لي منها، لان انا بحال اللي قلت لكم الحواجب ديالي خفافين بزاف وما كيستعملوش بزاف ديال البرودوي، دونك كتستعملوا البرودوي على حسب الكثافه ديال الحواجب ديالكم. وباش غنمسحوا الصباغه غنحتاجوا زلافه فيها الماء والقطن وغنمسحوا سيتو. الماء يكون دافي يعني، وملي تمسحوا مسحوا من الحاجب اللي بديتوا منه. شفتوا؟ هذا هو الحاجب حبيبتي اللي كان عندي اول مره، بغيت نمسح الحاجب اخر ونرجع لكم. كتبقاو كتمسحوا كتحسوا بان القطن نظيف، ديك الساعه كتكونوا حصلتوا على النتيجه النهائيه. واو فرق كبير. دابا هيدا يعني الوحده تقدر تخرج به بلا ما تراسيهم بلا والو، يعني الاستعمال اليومي ماشي مكياج. وهذه هي النتيجه النهائيه ديال اصباغه الحواجب بطريقه طبيعيه. وهذا الفيديو طبعا البنات اللي كيعجبهم الحواجب ديالهم مصبوغين بطريقه طبيعيه. اما البنات اللي كيعجبهم الحواجب محددين وقويين ويعني بارزين، فاستنوني في الفيديو القادم ان شاء الله مع الحرقوس. اوكي حبيباتي، ما تنساوش ديروا لايك للفيديو، والى الفيديو القادم ان شاء الله. كنموت عليكم.